السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ شايفين الطحينة اللذيذة اللي احنا عملناها في البيت دي بمكونات بسيطة جدا جدا. عندنا هنا كوباية سمسم متحمص، كوباية سمسم ابيض، نص كوباية سمسم ابيض. هنحط حبة حبة في الكبة بتاعتنا او مطحنة بتاعت الخلاط، وهننعمها جامد جدا بالشكل ده اهو. ونفضيها بقى في طبق لحد ما ايه، وننزل عليها بكل الكمية، ننزل حب حب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الريحة يا جماعة مش قادرة اقول لكم، ريحة السمسم وهو مطحون حلو قوي. الطحينة دي بقى تنفع للمشاوي، تنفع للحواوشي، تنفع لسلطة طحينة جنب السمك، مفيش غنى عنها. خاصة احنا بقى في العيد بقى وكده نحب نعمل مشاوي ونعمل بقى سلطة الطحينة جنب الاكل، بتبقى حاجة جميلة جدا. طبعا كل حاجة غليت، فاحنا قلنا نعملها في البيت بمكونات بسيطة زي كده، جميلة قوي قوي قوي، فعلا تحفة طعم وقوام، وتشوفوا بنفسكم. هننزل بقى كده بكل الطحينة دي، قصدي سوري السمسم، وهنطحن بقى السمسم الابيض. عايزين تعملوها بسوداني مفيش مشكلة، عايزين تعملوها بسمسم وسوداني الاتنين سوا مفيش مشكلة خالص، زي ما تحبي. الطحينة يا جماعة في منها بالسوداني في منها بالسمسم، كلنا عارفين. فالحاجة اللي انتي حباها اعمليها، وكل خطوة بسيطة جدا ولذيذة تعمل في البيت. وبعد كده حابة بقى تعمليها، تغلي شوية مية على النار وليمون بقى كده وشوية التوابل بتاعتك، هتعملي احلى طحينة. هنا هو اهم حاجة عشان نبوظ الخلاط بتاعنا، حطينا شوية زيت زي ما انتوا شفتوا في البداية، وبعدين هننزل عليها بالخليط كله اللي احنا طحناه بتاع السمسم. ننزل بكل السمسم واحدة واحدة كده، حبة حبة، عشان ما يقعش مننا اي حاجة. وبعد كده ننزل ببقية كمية الزيت. لو حسيت ان هي محتاجة تخينة جدا، محتاجة حبة زيت، حطي عادي. الزيت اصلا يعتبر عامل بيحافظ من مواد الحافظة على الحاجة، يعني احنا نحطه في الطحينة بيعمل بيحافظ عليها، نحطه في الصلصة نفس الكلام. بصوا يا جماعة طحينة ما شاء الله، بصوا عملت لنا برطمان كامل كبير، وكمان بقى حبة هنحطهم دلوقتي في كوباية، بجد جميلة جدا، جربوها تعجبكم قوي قوي قوي. وياريت لأول مرة بيشوفني ياريت لو عجبوا الفيديو اشتراك ولايك وشير فيديو، ويتفرجوا على فيديوهاتي اللي عملتها قبل كده هتعجبكم جدا. هنا بقى حبة اهو خسارة، طبعا هننزلهم في كوباية بالشكل ده. بصوا يا جماعة ما شاء الله القوام يعني حلو ومش مكتل وناعم وجميل، بجد طريقة الطحينة دي من انجح الطرق وجميلة وهتعجبكم، لازم تجربوها. وانا بس نسيت اقول لكم انت بتضيفي بس ذرة ملح بسيطة جدا مع الخليط وبيضرب في الخلاط. واشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.